فاحنا كنا بنتكلم دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول احنا في ناس تيجي تقول ايه؟ انا لو شربت بق ميه اتخن. وفي ناس تاني يقول لك ياكل فيل وما يتخنش. ايه الفرق؟ الفرق في نوع الخلايا الدهنيه اللي عنده. ففي واحد بيبقى عنده حاجه اسمها براون فات سيلز، واحد اسمه عنده براون وايت فات سيلز. ايه الفرق بين البراون والوايت؟ البراون بتحرق باستمرار، مش افضليتها في التخزين. اما الوايت هي افضليتها في التخزين. طب انت هتقول لي يعني انت قصدك ان انا طالع بالوايت ولا طالع بالبراون من بطن امي؟ يعني فاهم، هي اتخلقت فيها في الدي ان ايه بتاعي ولا لا؟ فهقول لك ان الفرق ما بين بين البراون والوايت مش معتمد على ان انت اصلا موجود في جيناتك كده، لا، طريقه حياتك بتغير البراون لوايت وتغير الوايت لبراون. هتقول لي ليه؟ تقول لي ليه؟ علشان البني ادم اللي بياكل بشكل غير منتظم او بياكل بشكل منتظم بس فترات بعيده قوي، يعني انا باكل الصبح لقمه واجي اقعد لحد الساعه 12 بالليل ادبها، فالجسم اتعود على حاله الايه؟ الصيام، الفاستنج، وهو عاوز ما يحسش بالجوع قدام. فطبيعي ان الخليه هتغير طريقتها من براون لوايت وتخش في اتجاه التخزين. ليه؟ لان انت بتجوعه. طب ازاي الراجل الوايت بيتحول لراجل، يعني الوايت بيتحول الوايت فات سيلز بتتحول لبراون فات سيلز؟ ان انت دايما في اكل داخل بشكل دائم. يعني انا ساعتين ثلاثه في سناكايه، سناكس، عارف، انا كل شويه في جزرايه باكلها، في خيار باكله، كل شويه عمليه ان انا اكل وينزل في المعده اكل والدم يخش له حاجات كتيره، فالجسم ما يضطرش يلجا للوايت فات سيلز. حتى البروجرامد وايت فات سيلز تتحول لبراون فات سيلز. فالفكره كلها هنا معتمده على ايه؟ اللايف ستايل بتاعك. الميتابوليزم انت مش مخلوق بيه، انت تقدر تغيره. هتغيره ازاي؟ باتباع منهجيه. المنهجيه ديت ان انت تخلي عدد مرات الاكل كتيره في اليوم، وما بين كل اكله والتانيه ما تحطش وقت كتير. دايما بقي شغال، دايما في حاجه داخلالي، خلاص الجسم هيبقى بروجرامد ان في حاجه داخلالي، فهو مش محتاج يخزن. ومستحيل حد يتخن والكالوريز اللي بياخدها اقل من الجسم محتاجها. ما تضحكش عليا، ما تضحكش على نفسك. يعني انا مستحيل اكون باخد في اليوم وانا وزني 70 كيلو 600 كالوري وتقول لي انا بقيت 100 كيلو. مستحيل. هتعملها ازاي؟ هتجيبهم منين؟ ما هو الطاقه لا تفنى وتستحدث من عدم. ما تشتغلش نفسك. يعني انت هتدخل ازاي من غير الكالوريز اللي محتاجه تخرج؟ طب انا عاوز اخس. لو انت بتاخد كالوريز اقل من اللي جسمك محتاجها لازم هتخس غصب عنك. فاهم؟ الجسم هيحرق عشان يعوض، لازم يجيب الكالوريز دي، هو محتاج الطبيعي بتاعك الكالوريز دي. ايوه اوكي. وبعدين بقى كمان بقى ايه؟ لو انا رحت حاطط بقى اكتيفيتي في النص، لو انا حاطط اكتيفيتي في كل يوم نص ساعه جري يا باشا، وليه نروح للاكستريم؟ يا عم ابداها كل يوم 10 دقائق مشي، ابداها كل يوم، خليها بقت نص ساعه مشي. يا عم انا رحت الجيم، مش لازم اروح ابقى هوجن هناك، انا ممكن اروح على التريد ميل اقعد 20 minutes بس كل يوم. كل يوم في كالوريز بتتحرق كل يوم. يبقى انا جسمي هنا كده. وفي برنامج الماي فيتنس بال ده، اي برنامج من البرامج اللي هي بتتابع الاكلات اللي انت بتاخدها والستبس اللي انت بتعملها، فانت بتحرق قد ايه وبيخش لك قد ايه. دي حته مهمه جدا، وعلى ضمانتي هتحول الوايت فات سيلز لبراون فات سيلز. اتمنى ان اكون وصلت لكم المعلومه بشكل جيد.